في المركز الخامس راسلمانيا 21. راسلمانيا اللي كان عندها نفس عنوان مانيا ديال هذا العام واللي هو راسلمانيا جوز هوليوود. مانيا شفنا فيها دبليو كتبني اسماء جديده للمستقبل واللي يكون وجوه الشركه بعد رحيل بزاف الاسماء بحال ذا روك، ستون كولد ستيف اوستن وبراك. وهاد الاسماء الجديده هما ايدج اللي فاز باول ماني ان بانك في التاريخ وشفنا بها انطلاقه ايدج الحقيقيه كهيل، راندي اورتن اللي قدم مباراه جيده ضد اندرتيكر واللي رغم الخساره ديالو ما بقاش ضعيف، جون سينا اللي فاز بلقب الاتحاد، وباتيستا اللي فاز في المين ايفنت على تريبل اتش وحقق لقب العالم. العرض كذلك شفنا فيه مباراه افتتاحيه ممتعه بين ري ميستيريو وايدي غيريرو اللي كانوا تاج تيم انذاك. شفنا ايضا سيجمنت اوستن وبايبر اللي كان ممتع، وبلا ما نساو المباراه الاسطوريه ديال كورت انجل وشون مايكلز اللي كانت افضل مباراه في العرض. عرض اللي الماتشات الرئيسيه ركزوا فيها على النتيجه والاندر كارد ركزوا على الاداء. عرض اللي يكون ما كانش فيه مباراه بيك شو اكيبونو وكون مباريات لقب الاتحاد ولقب العالم كانوا شويه افضل كاداء كان دخل في التوب 3. وفي المركز الرابع راسلمانيا 24. هاد المانيا من المانيات المحبوبه عند بزاف ديال الناس واغلبيه الناس كانت اول مانيا ديالهم، وتا العرض كان اكثر من رائع بمجموعه من المباريات في المستوى. على سبيل المثال مباراه جي بي وفيلني اللي كانت مفاجاه وطلعت افضل من المتوقع، مباراه الموني ان ذا بانك اللي كانوا فيها افضل الميد كاردرز انذاك بحال جيريكو ام في بي وسي ام بانك واللي فاز بها وكان كيستحق، مباراه شون مايكلز وريك فلير الدراميه اللي شفنا فيها الاعتزال ديال الاسطوره ريك فلير، المباراه الثلاثيه على لقب الاتحاد بين سينا وراندي اورتن وتريبل اي واللي كانت جيده، مباراه فلويد ماي ويذر ضد بيك شو اللي كانت افضل من المتوقع وممتعه، وبطبيعه الحال المين ايفنت الشهير ديال ايدج واندرتيكر فين ربح اندرتيكر لقب العالم. كل هاد العوامل وهاد المباريات خلات هاد العرض مميز ويحتل هاد الرتبه. وفي المركز الثالث راسلمانيا 19. هاد المانيا كانت مميزه لانه كان فيها خليط ديال كل شيء، يعني اي فان ديال المصارعه يلقى فيها شي حاجه كتعجبو. فهاد المانيا اللي كنتي مثلا من العشاق ديال فئه الكروزر ويت يعجبك الماتش الافتتاحي اللي كان بين مات هاردي وري ميستيريو واللي كان زوين. الا كنتي من عشاق فئه التاك تيم كاين الماتش بين لوس غيريروس وراينو بنوا وهاس وبنجامين، وكان ماتش ثلاثي جيد بين ثلاثه من احسن الفرق اللي كانوا في الراستر ديك الساعه. الا كنتي من عشاق المصارعه الكلاسيكيه كاين ماتش ممتاز بين شون مايكلز وجيريكو بقصه ممتعه. ولا كنتي من عشاق الاريتوديرا كاين الماتش الثالث والاخير ديال اوستن وذا روك حتى هو جيد وشفنا فيه اخيرا ذا روك يتغلب على اوستن. ولا كنتي من عشاق الجولدن ايرا كاين ماتش بين هولك هوغن وفينس وكان ماتش افضل مما كان يتوقع وتا القصه كانت انتريست. اما المين ايفنت فكان ماتش بين براك ليزنر وكور انجل وتا هو كان ممتاز، لكن طبعا هذا المين رغم انها كتبان متكامله ولكن كان فيها بعض العيوب بحال الماتش ديال اندرتيكر اللي كان من اضعف ماتشاته في ستريك، والماتش لقب العالم بين تريبل اتش وبوكر تي اللي كان مخيب للامال وكان اختيار الفائز مع الاسف خاطئ. ولكن كيف ما قلت يبقى مانيا ممتاز رضاو فيه عشاق المصارعه بمختلف فئاتها. وفي المركز الثاني راسلمانيا 31. هذه المانيا كتعتبر حسب الاغلبيه عشاق المصارعه افضل مانيا في جي ايرا، وفي السنوات الاخيره صراحه تستحق هذا الشيء حيتاش كانت ممتازه وممتعه من اولها الى اخره. من الفوز ديال براين باللقب القارات في مباراه لادر ماتش ممتازه واللي كيولي بها جراند سلام، الفوز سيث رولينز باللقب بعد الكاشي اللي داروا اللي كانت لحظه مبهره وصادمه. ماشي هذا الشيء فقط اللي كان في العرض، بل شفنا كذلك وحده من احسن الاركيوز في التاريخ واللي هي الاركيو ديال راندي اورتن على سيث رولينز اللي قدموا مباراه جيده. كاين ايضا مباراه روسيف مع جون سينا اللي كانت مقبوله وشفنا فيها سينا كيفوز باللقب الولايات المتحده الامريكيه للمره الخامسه في مسيرته، وايضا مباراه براي وايت واندرتيكر اللي كانت افضل من المتوقع واحسن بكثير من مباراه تيكر في المانيا. كاين ايضا مباراه الومنز اللي كانت مقبوله، وحتى من مباراه ستينغ وتريبل اتش اللي خدات انتقادات كثيره انا بعدا عجبتني. شفنا كذلك سيجمنت ذا روك وروندا راوزي وتريبل اتش وستيفاني اللي كان ممتع هو كان طويل شويه. هذه المانيا تقريبا متكامله ومنافسه بشده على المركز الاول. وبما اننا جبنا المركز الاول راسلمانيا 17، الا سولتي اي واحد عاشق للمصارعه على افضل مانيا في نظره كون اكيد غيجاوبك ب 17. هذا البيبر فيو ما كيتعتبرش فقط افضل مانيا في التاريخ بل افضل بيبر فيو في تاريخ المصارعه، عرض اللي فيه بزاف ما يتشاف وممتع من الاول ديالو حتى الاخر ديالو. اللي مازال ما شافوش راه مضيع بزاف، مضيع مباراه ستيف اوستن وذا روك اللي كتعتبر من افضل المين ايفنتس في التاريخ، ومضيع الهيل تيرن الصادمه ديال اوستن واتحاده مع عدو فينس ماكمان، مضيع افضل مباراه تي ال سي في التاريخ اللي جمعت ثلاثه من افضل تاج تيمز في التاريخ واللي هما ذا هاردي بويز ذا دادلي بويز ايدج اند كريستيان، مضيع عليه مباراه بين ابو ابن بين شين ماكمان وفينس ماكمان اللي كانت ممتعه وكان فيها تفاعل جماهيري كبير خصوصا مع ليندا، مضيع عليه مباراه تكنيكو ممتازه بين كور انجل وكريس بنوا، ومباريات اخرى ممتعه بحال تريبل اتش وتيكر، ثلاثيه لقب الهاردكور، جيريكو ويليام ريجو الى اخره. عرض كان اسطوري بكارت اسطوري ومباريات تاريخيه، واللي مازال ما شايفوش
يمشي يشوفوا هادشي اللي بقى لي ما ندير. كانت هذه الليست ديالنا ديال افضل 10 عروض ريسلمانيا في التاريخ حسب وجهة نظرنا طبعا. ولا ما كنتوش متفقين معنا قولوا لنا شنو هما افضل 10 عروض ريسلمانيا في نظركم، وعطيونا شي منيه اللي كانت تستاهل تكون في الليست وما درناهاش.